السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في موضوع مهم عن ألم برد السنان بيستمر قد ايه يا دكتور؟ انا بعد ما اروح الدكتور دلوقتي هيعمل لي تركيبة ثابتة او هيعمل لي طربوش على سنة واحدة، فلازم بيبرد السنة طبيعيا الاول عشان ايه؟ يدي مساحة للطربوش ان هو يقعد على السنة. فعايز اقول لك ان في الطبيعي ان الالم بتاع برد السنان اللي تحس ان هي السنه فيها سنسيتيفيتي شويه او حساسيه بيزول بعد البرد بايام بسيطه. بعد ما تركب السنان بيبتدي ان هو ايه يروح. في بعض الاوقات بتبدا ان ايه ممكن يحصل الالم انه يستمر شويه. لما يستمر الالم بيضطر ساعات الدكتور ان هو بيسحب العصب، بيشيل البتاع، بيشيل العصب بتاع السنه وبيحشيها حشو عصب، وبعد كده بيكمل عليها ايه الطربوش بتاعه عادي. طيب لو واحد بيقول لي بعد كده بعد ما بنبرد السن يا دكتور ممكن اقدر اكل عليها اللي انا عايزه، اقول له لا. في الغالب دايما اول بعد ما بتبرد الدكتور بيبرد السنه وبتعمل بتركب الطربوش او الكوبري بتاعك اللي انت هتعمله على الاباط من دي. حاول انك انت في اليوم ده تاكل ايه حاجات ناعمه، حاجات طريه، بس ما تاكلش عليها حاجات ناشفه عشان السنه بتكون ضعيفه ما تتكسرش. السنه نفسها اللي هي الطبيعيه اللي معمول لها البرد دي بتكون ضعيفه فممكن تتكسر حتى بعد ما تركب الطربوش. يعني ايه؟ حاول انك انت يعني قبل ما تركب الطربوش انك انت تاكل حاجات ناعمه وحاجات بسيطه جدا، لحد بعد كده لما بيركب الطربوش بيديها تدعيم وتقويه اكتر. ممكن بعد كده تبدا انك تاكل عليها ايه حاجات، بس برده مش حاجات ناشفه جامد، يعني عشان بيجي بعد كده يقول لك كلت والله حاجه الطربوش مش عارف لقيته اتكسر مش عارف ايه زي كده. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.